طيب قبل بس ما اجي للجزء التاني يا جماعة والأمور الفنية، حبيت بس إن أنا أوضح نقطة أخرى كمان مهمة جدا. كنت بتابع أحد المقاطع، حد بعتهولي. يعني انتوا عارفين إن أنا يمكن نادرا لما بتابع الإعلام ما يسمى الإعلام الرياضي الموجود حاليا. لكن بيتبعت لي حاجات دايما من أصدقاء أو ناس متابعين. فاتبعت لي مقطع كده في أحد برامج في الفضائيات، كان معرفش يعني مقدم البرنامج اللي هو عبد الناصر زيدان كان عامل زي استوديو تحليلي بعد المباراة، وجايب اتنين من الأهلي واتنين من الزمالك. كان اتنين الزمالك جمال عبد الحميد طبعا وأسامة حسن والطرف التاني كان رمضان السيد ومعتز زين، وطبعا مع الاحتفاظ بالألقاب للجميع يعني. وكان المقدمين البرنامج كان هو مجدي عبد الغني. وحاجة عجيبة يعني إن مجدي هو ومجدي عبد الغني الاتنين منتمين للنادي الأهلي، والاتنين معلنين ده وقايلين ده كتير جدا يعني. والطرف الإعلاميين فيه اتنين منتمين للأهلي واتنين فقط منتمين للزمالك. فهنا برضو في إخلال بالحيادية ومبدأ تكافؤ الفرص والكلام ده والتوازن، يعني التوازن في الأمر. ولو إني أصلا ضد تماما 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 تماما، قولوا من هنا لبكرة تماما، إني مقدمي برامج أو استوديوهات تحليلية حاجات رياضية يعني أو كروية يكونوا منتمين بشكل واضح، يعني معلن وواضح سواء بمواقفهم أو بإعلانهم هم شخصيا لأحد الأندية أيا كان، أهلي زمالك غيره أيا كان. ده طبعا أوتوماتيك ما ينفعش، لا يستقيم. حد يقول لي ما ممكن يكون حد عنده كفاءة، رديت على الأمر ده كتير جدا قبل كده. قلت لو عنده كفاءة وحقيقية، حقيقية كفاءة فعلا يعني، حقيقية مش مجرد كلام، ومش مجرد يعني اللي يبقى ليها معايير وليها أسس إني عشان تعرف ده ليك عنده كفاءة ولا لأ. في حد عنده كفاءة أهلا وسهلا، بس يشتغل في وراء الكاميرا في أمور تكون أمور أخرى ممكن يعني يطلع كفاءته فيها أو يظهر كفاءته فيها، لكن مش أمور تبقى قدام الجمهور ويكون في تفاعل بينه وبين الجمهور كويس. وعلى فكرة التفاعل مش لازم يكون إن أنا بتعامل مع الجمهور مباشرة. اللي أنا بعمله ده ما هو ده تفاعل، ان انا بطلع على الشاشه وبتكلم وباخد مساحات كبيره من الوقت، مساحات زمنيه، وفي منهم اللي بياخد البرنامج كله عشان حاجات شخصيه تخصه او معارك هو بيخوضها، او ازمات او مشاكل او رد على حد او تمام. وده طبعا ده تماما ضد الف ب احترافيه في الاعلام، والف ب اعلام اصلا اسس يعني. فالمهم يعني فجاب اسامه حسن، فكان من اول برنامج عبد الناصر ده عمال يتكلم اني الاحد اللي كانوا بيخفوا الكوره، بيقول هو ما قالش احد كمان، ده هو بيتكلم ان اللي اخفى الكرات آه، ففي نهايه الشوط الثاني هو يعني ولد صغير يعني من الناشئين اللي يبقى ابن اسامه حسن كويس، واسمه حازم اعتقد. ويعني طول الحلقه بيأكد الامر ده وبيقولها بجديه، مش رغم إنه كان يعني في الحلقه كان في فكاهه كتير يعني، لكن أسامة حسن أكد الأمر وقال أيوه أنا قلت الكلام ده، ومجدي عبد الغني قال نفس الكلام. فسيبنا من النقطة دي اللي هي إن ده مثلا ابن فلان أو ابن علان. أولا أصلا ما ينفعش، لا يستقيم إن يكون الفريق اللي بينظم المباراة، أي مباراة، فما بالكم لو مباراة جماهيرية أو تعتبر مهمة، الفريق اللي ينظم المباراة إزاي يكون الفريق ده هو اللي جايب البول بويز تمام ينتموا ليه؟ يعني دي أعجب الأعاجيب. أصلا أنا قلت من الأول يعني إيه كلمة إن فريق حاجة اسمها منظم مباراة، يعني إيه؟ يعني إيه صاحب الملعب هو المسؤول عن تنظيم المباراة؟ يعني إيه يعني إزاي أصلا؟ المفترض والطبيعي إن في جهة رسمية هي المنوط بيها إدارة المسابقة. الجهة دي مش بتدير مسابقة وهي قاعدة في التكييفات أو قاعدين في التكييفات، لا المفروض بتدير مسابقة على أرض الواقع، يعني من الألف للياء، من أول على الورق فقط يعني. الأساس القصة على الورق ما قبل الموسم، وتخطيط المسابقة وتظبيطها وتظبيط مواعيدها والأجندة بتاعتها والمؤجلات إمتى ده لو في أصلا، يعني لو فرضنا يعني المفروض ما يبقاش في مؤجلات أصلا، لكن فرضنا وقلت موضوع المؤجلات ده عملت له حلول خرافية بمعنى الكلمة، مذهلة وليها فوائد رهيبة. أوكي ما علينا، لكن المفروض والطبيعي إن ده بيتعمل، بس هما بعد كده بدير الأمر بقى على أرض الواقع. ده الطبيعي، لكن أنا مش بخطط حاجات كده على ورق وبعدين أسيبها خدوا اشتغلوا. ازاي يعني الأندية هي اللي تعمل الكلام ده؟
ازاي يبقى هم اصلا اللي هم في المسابقه نفسها بيشاركوا فيها وبيتنافسوا عليها، المتنافسين هم نفسهم اللي بيعملوا تنظيم المسابقه. ازاي حد يقول ما في اوروبا عندهم حاجه اسمها رابط الانديه وبيبقوا مسؤولين؟ لا يا فندم، روابط الانديه هم بيكون لهم ممثلين في المجلس الاداره ده اللي هو بتاع رابطه الانديه. يعني لو ما لو في مشاكل ما، لو في تطويرات معينه، لو في تظبيطات، لان هم اكتر ناس اقرب ما يكون للاحداث. هم ممثلين الفرق او الفرق ذاتها، هم دايما اللي بيشوفوا الامور بشكل اكبر طبعا. تمام. زائد هناك الاحترافية مختلفة تمامًا، فرق شاسع. هناك عندهم احترافية، إحنا عندنا هنا انحرافية، يعني احتراف وانحراف، طبعًا باتكلم رياضيًا يعني. المهم فزي ما باقول الأمر مختلف، فالمفترض والطبيعي إن يعني إيه أصلًا النادي هو اللي يدير المباراة، هو اللي يكون مسؤول عن إدارة تنظيم المباراة، أنا آسف. فأهو أدي أزمة حصلت على سبيل المثال بسبب الأمر ده، إنه قال لك إخفاء الكرات ومش إخفاء الكرات. طب تعالَ نفرض إنه كان المفروض التنظيم الصحيح إن الأولاد دول جايين من الجهة المنظمة المسؤولة عن المسابقة، وهي اللي جايبة الأولاد بكل بساطة. وأصلًا الأولاد دول المفروض يكونوا مين؟ ألف ب المفروض دول يكونوا ناشئين في الأندية، مش الناديين دول يا فندم، ناشئين في أندية أخرى، كويس؟ ويكون معروف انتماءاتهم، أو على الأقل على الأقل موثوق في انتماءاتهم. معروف إن حتى لو ده منتمي لنادي من الناديين، بس حد فير بتعمل لهم كمان دورات تدريبية. حد يقول دورات تدريبية على إنه يشتغل بول بويز؟ لا على فكرة أيوه، لأن بكل بساطة الأمر ده، خلوا بالكم إن الولد اللي بيكون في المكان ده طبيعي إنه بيتعلم، بياخد خبرات. دي مهمة جدا جدا جدا. كفاية إنه في أرض الواقع زي ما بيقولوا، على وعايش الأحداث تماما، وبالذات لما تكون أحداث فيها أمور ساخنة، أحداث جللة، أمور فيها حاجات بتكون قوية، بتسهم في عايز أقول إيه، إبراز شخصية أو بناء شخصية الولد ده بشكل، أو الناشئ يعني، بشكل مميز جدا. لو اتحط في مواقف كتير جدا أو يعني مباريات كتير جدا، ممكن جدا ما يوصلش للأمر ده. لكن حاجة زي دي، شايف مباراة للكبار فيرست ديفيجن، مباراة ما بين الفرقتين الأكبر يعني الأشهر، جماهيرية كبيرة جدا، الأمور دي بتفرق قوي على فكرة. فهنا أنا لازم أختار الأولاد بناء على الكلام ده. أنا ببقى دارس وعارف، وباجي أروح مثلا أبسط مثال، الجهة اللي بتنظم المباراة، طبعا في الوقت الحالي، في الواقع الحالي اللي هي في أحد الفرقتين. لكن طبعا أفضل، قلت إن لازم تكون الجهة المنظمة هي الهيئة المختصة. لما تيجي تروح تقول يا جماعة، تروح للمدربين، تروح مثلا يعني نادي، أدي مثل إنبي أو المقاولين، قطاع ناشئين عندهم يعني مشهور ومعروف. واجي اقول يا جماعه استاذنكم، يا مدرب يا بتاع مثلا 15 سنه، يا مدرب يا بتاع مثلا 16 سنه، يا مدرب يا بتاع كذا، تعالى لنا. ايوه احنا محتاجين في مباراه كذا، او الاسبوع الحالي مثلا في مباراه معينه، فاحنا محتاجين البول بويز يكونوا من عندك. رشح لنا مجموعه كده، انت تكون عارفها ودارسها بمواصفات 1 2 3 4. كويس. مواصفات طبعا يعني زي ما ذكرت، لا يعني شخصيه معينه، طبيعه معينه، عندهم قابلية للتعلم، يقدروا يواجهوا ضغوط، حاجات من دي، أو بشكل مبدئي يعني. فيجي يقول لي أنا عندي الولد ده وعندي الولد ده وعندي الولد، وهكذا. الشاب ده أو يعني الناشئ ده والناشئ ده، وهكذا. تمام، آخدهم وأعمل لهم كده زي نوع من المعايشة أو معسكر تدريبي كده بسيط جميل لذيذ، لمدة يومين ثلاثة، خلاص. تمام. وأنا كده بكسب ناشئ، هيبقى بعد كده ممكن جدا يكون لاعب مميز جدا جدا في الفريق الأول، ممكن جدا يبقى لاعب مميز جدا جدا في المنتخب، ممكن جدا يكون حد يطلع بره ويثري الكرة المصرية ويطلع ويكون محترف مميز، وهكذا. لأن أنا بنيته من البداية بشكل مميز. فدي مش حاجة هايفة يا جماعة، بالعكس، دي نقطة مهمة جدا، وبتعمل معايشة مهمة جدا للناشئ لفترة مهمة للغاية للتعلم واكتساب الخبرات والقدرات والإمكانيات. بتفرق جدا جدا جدا، ده كل ده بيتغلغل في عقله الباطن، يعوده بعد كده لما يكبر إنه يتعامل مع الضغوط، يتعامل مع الجماهيرية ما يخافش منها، يتعامل مع ممكن بعض الأزمات، مشاحنات، كلام من ده. زائد إنه الكلام ده إزاي يعمله صح.
وفي المعسكر ده ازاي يتعلم الولد يبقى حيادي جدا، ازاي يتعامل انه يخلص تماما للامر اللي بيعملوه مهما كان بسيط ومهما كان في نظر الاخرين حاجه تافهه او مش تافهه طبعا. لأ، بس حاجة يعرف إزاي إن أهميتها، إزاي كمان إن أنت لأ، أنت ظاهر الأمر إن أنت بتجيب الكورة وبتدّيها للاعب، ده ظاهر الأمر، لكن الباطن إن أنت بتتعلّم، بتكتسب خبرات وقدرات وإمكانيات، بتشوف اللاعبين، نسيت أقول النقطة دي كمان، أنت بتشوف اللاعبين في الملعب. الأمر ده كمان بيدّي نوع من الحماسة، نوع من إن أنا ليه ما أكونش زي دول، من الثقة كمان، إن أنا ممكن جدًا أكون إمكانياتي مميزة وأديني شايف لاعب بيلعب مثلًا في مركزي وشوف وصل لإيه وبتاع، ممكن جدًا إن أنا أكون واثق من إمكانياتي وعارف إن أنا لاعب مميز، فلمّا أشوف ده أكتسب عايز أقول حماسة أكتر وجرينتا وعزيمة أكتر، تخلّيني إن أنا أنحت في الصخر، إن أنا بيني وبينهم إيه، أمتار معدودة. مش بيني وبينهم آلاف الكيلومترات، ولا بيني وبينهم شاشات، ولا قاعد في بيتي مثلا وشايفهم في الشاشة، لا، ده أنا بيني وبينهم أمتار. الأمر ده بيفرق جدا، عشان كده بقول إن المفروض الأمر ده يسري على الأندية كلها يا جماعة، إني أشوف المباريات وأجيب الناشئين دول من كل الأندية، ويستحسن كمان يكون من دوري الدرجة التانية، ما أجيب ناشئين من دوري الدرجة التانية ويكونوا موجودين في مباراة دوري الدرجة الأولى، ومن دوري الدرجة التالتة دوري الدرجة التانية، ومن دوري الدرجة الرابعة دوري الدرجة التالتة، وهكذا. ده المفروض والطبيعي. المهم فبس أجي بس أكمل النقطة دي بعد إذنكم. ودينا سبحان الله بتكلم في أمر سلبي، عملت لكم فكرة رائعة جدا وبسيطة للغاية. وشوفوا فوائد قد إيه. آم، مسألة أسامة حسن، يعني اللي عايز أعلق عليه يا جماعة، إن الأمر اتاخد بهزار وضحك. يعني في الحلقة المقدمين البرنامج عبد الناصر ومجدي عبد الغني واخدوها بضحك وهزار، بدل ما يتكلموا فيه زي ما أنا بقول دلوقتي، هو إزاي ده يحصل حاجة زي كده، والإجراء المفروض يتعمل إيه، والوضع المفروض، بغض النظر ماليش دعوة زمالك أهلي أهلي زمالك، مش ده اللي بيشغلني، زي ما الكل بيعمل دلوقتي للأسف، إن كله حاسبها أهلي وزمالك وزمالك وأهلي، ومؤامرات ودسائس ومش عارف إيه، والتانيين يقول لك يا عم أنتوا جايين في الهيفا وتتصدروا. واحد عجيب جدا يقول لك ما أنتوا كان عندكم الوقت بدل الضايع، عملتوا فيه إيه، ولا بعد طول المباراة عملتوا فيها إيه، ولا بعدها في الوقت بعد الهدف بتاع الزمالك، الاهلي كان الزمالك كان ممكن يحرز 3 اهداف تانيين، معنى كده انتوا بتتحججوا بحجه واهيه، لان انتوا اصلا ما عملتوش اي حاجه قبلها وما استفدتوش بوقت بدل ده، ولا حتى الدقيقه ولا الدقيقتين دول اللي هم تم اخفاء الكرات فيها هتستفيدوا بيها. بذمتكم ده منطق؟ بذمتكم دي يعني ده كلام يتقال؟ بشجع بكل ما أوتيت من قوة على التدليس والغش والفوز بالخداع والاحتيال والفوز القذر بمعنى الكلمة الغير شريف. يعني حتى لو أنا عملت إجراء زي ده لمدة، عايز أقول 5 ثواني، يحسب كده، لأن ممكن جدا في ال5 ثواني دول يحصل شيء مهم. في نفس الوقت أنا بعمل شيء ضد تماما تماما كل أسس الرياضة، كل أسس كرة القدم الأساسية اللي المفروض يتبنى عليها: الفير بلاي، العدالة، الاستحقاق، الفوز عن جدارة، الفوز الشريف النظيف. يعني انت سبت ايه؟ فلما يطلع واحد يقولك الكلام ده، واحد تاني ياخدها بهزار وضحك وتريقة تمام، وواحد تالت يعترف يقول لك ايوه ده كارثه بقى. اسامه حسن يقول لك ايه؟ يقول لك انتوا شفتوا كان في حدث مره مورينيو في احدى مباريات، اعتقد كان تشيلسي مش فاكر ولا مين، وكان مباراه مهمه جدا، وبعدين المباراه كانت مقربه قوي فالكره خرجت، فبسرعه بسرعه جدا جدا كان ساعتها ما استناش البول بوي اللي موجود قريب للاعب اللي خد الكره، او يعني اللي هو كان رايح ياخد الكره عشان يلعبها، كانت رميه تماس تقريبا قريبه لمنطقه الجزاء، فما استناش لانه اوريدي كان بيقوم بشغله بشكل جيد، فمحتفظ بالكره في ايده تمام، وبيجيب الكرات بسرعه او حاجه كده، فاداه الكره بسرعه جدا للاعب، فاللاعب لعبها بسرعه جدا اللاعب تشيلسي، فاحرز منها هدف، اسهمت في احراز هدف. فبيقول لك مورينيو جري بسرعه على الولد، هو خده في حضنه، مش عارف ولا باسه ولا ايه، ما راحش اللاعب بتاعه اللي جاب الجول. ده يعني بياكد ان العرفان يعني الشكر الولد الصغير ده، وانه يعني العرفان كبير ليه. فهو بيقول لك انا، وده دخل التاريخ لتشيلسي، فانا ابني دخل التاريخ للزمالك باخفاء الكرات، وبيقولها بكل جدية على فكرة، يعني بيبتسم ومتأكد، بيقولها مش هزار، بيقولها بكل جدية، وحتى لو هزار يا جماعة. فمش عارف أقول إيه بصراحة يعني. ده يعني التصريح ده في حد ذاته، سيبنا من قصة اعتراف وغير اعتراف، لا مش بتكلم في النقطة دي، بتكلم عامة. تاني بكرر، أنا مش بحقق في مباراة أهلي وزمالك وزمالك وأهلي والكلام ده، ومين اتظلم ومين عمل ومين سوى أنا بتكلم عامة إن ده ناقوس، مش ناقوس خطر ده. دي يعني أقول إيه؟ هتقولي مش عارف أقول إيه يعني. ده يعني قمة ال الخراب بمعنى الكلمة، الخراب بمعنى الكلمة. خلاص يعني شوف في إيه، فاضل إيه تاني؟ فاضل إيه تاني إن إحنا يعني
بيحصل تفاخر بكل معاني الكلمة قصاد الجميع، وفي وسائل إعلامية بالتدليس والغش والخداع والفوز غير الشريف يعني في إيه تاني بعد كده؟ في إيه تاني بعد كده؟ أنا آسف اللفظ، زي ما واحد يروح يسرق واحد ويطلع في وسائل الإعلام يتفاخر يقول لك بص أنا سرقت أهو، أنا سرقت وهدخل التاريخ، وما يتردش عليه ويتاخد الأمر بضحك وهزار وتريقة، وما يحصلش إجراء رادع تماما. أنا ما سمعتش إن حصل أي إجراء رادع قصاد ده. تمام. ولو حصل هيحصل في إيه؟ في مباراة الأهلي والزمالك، أو في ما يخص مباراة الأهلي والزمالك مثلا. يعني ممكن الولد ده يتمنع يدخل الاستاد، ممكن يتمنع إنه يتعمل، لكن مش هيبصوا إن ده بقى رمز، أو الموقف ده رمز مهم جدا 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 اللي بيجرى في الكرة المصرية يا جماعة، للي بيجرى من كل النواحي، والتدني الأخلاقي والتدني الرياضي والتدني من كل النواحي. أنا آسف لما أقول مش تدني دي يمكن كلمة مخففة. الكلمة الحقيقية أقدر أقول يعني الخراب بكل معاني الكلمة. المهم، فدي نقطة بس حبيت أوضحها، وإن يجب عقاب رادع 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 للأمر ده عشان يكون عبرة زي ما اتقال. رقم 2، إن لازم يتم العمل على إن ده بيأكد على تفشي السرطان، أعوذ بالله، اسمه الفوز بأي شكل، الفوز بأي مسمى، الفوز يعني هو ده المطلب والغاية والوسيلة وكل حاجة. ده سرطان بشع بشع بكل معاني الكلمة، دخل الرياضة وكرة القدم بشكل خاص، والفضل فيه للإعلام، أو ما يسمى الإعلام اللي موجود دلوقتي وما بعده اللي موجودين في الساحة دي. إن يعني خلاص يعني عايز أقول لكم إيه يا جماعة، حللوا أمور يعني أقصى ما كنت تتخيل في حياتك، في أضغاث كوابيسك إني تذكر أصلا. دلوقتي لا، ده بتذكر وبتتقال وبيتم التفاخر بيها وبيتم تحليلها، أو اللي هو إنها يعني تكون حلال يعني. ما قلت لكم قبل كده وفاكرين، أول حد اتكلمت في الأمر ده يا جماعة لما اتكلمت على الخروج عن النص البشع الرهيب، التدني الأخلاقي، التدني المشاحنات والمشاكل اللي بتحصل في الملاعب من مدربين، من لاعبين، من إدارات أندية، من مجالس إدارات مش عارف إيه، من جماهير كمان، من مجالس إدارات فنية. الخراب اللي كان حاصل الكلام ده يمكن 2016 أو 2017 على ما أتذكر. وذكرت إن لازم يكون في إجراءات رادعة بكل معاني الكلمة عشان الأمر ده بجد يعني هيبقى كارثة. أنا فاكر كويس قلت هيبقى كارثة وانتظر، وصدق كلامي. فكان بيتحلل الأمر ده إني لأ، ده حماس، ده مرغبة في الهزيمة، ده قوة من المدرب اللي بيعمل ده مثلا، أو اللاعب اللي بيعمل ده، أو اللي مش عارف إيه. تمام. لاعب يكون مثلا كابتن ولا حاجة، تلاقيه بيشخط وينطر ويتخانق مع اللي جنبه ومش طايق نفسه وعابس الوجه وبيخرج وبيشتم في ده وبيزعق في ده، وحتى ممكن كمان إنه يتعامل مع حكم بطريقة غير صحيحة وهكذا. يتقال أصل دي القوة من اللاعب، وإن ده كابتن عليه ضغوط ومش حاجات من دي يا جماعة. فريق نازل يدافع طول المباراة يقول لك ما هو أصلي ده ممكن يفوز وبتاع، يقول لك ما هو أصل المهم الفوز هو الأساس، والمهم مش عارف البطولات لا تكسب لا تلعب، مش عارف حاجات غريبة بقى بصوا يا جماعة، بقى في اكسبرشنات كده في الرياضة وكرة القدم بالذات، لأنه تم السماح بيها زي ما بيقولوا كده، سكتنا له دخل بحماره. تم السماح بأول تعبير عادي عدت، دخل في التاني، دخل في التالت، دخل في الرابع، دخل في العاشر، دخل في العشرين، بنفس الكيفية. شوفوا كمية عبارات وتعبيرات بتتقال عاملة ازاي في الفترة دي في الرياضة وكرة القدم، هتعرفوا هم ليه وصلوا كده. أه مش عارف أقول ايه والله. عموما ده جزئية برضو مهمة جدا حبيت أتكلم عنها، وتاني بكرر بمناسبة الحدث، لكن أنا مش بقول ده عشان مباراة الأهلي والزمالك والكلام من ده، لكن بقول إن الحدث يعني اتعمل، فبرز بشكل رهيب جدا جدا في المباراة دي بالذات. ودي في حد ذاتها كارثة، إن الحدث ده ممكن يكون حصل كتير جدا قبل كده، لكن ما تمش إبرازه، ما تمش توضيحه، لأن تاني بكرر الأهلي والزمالك مستحوذين على كل حاجة، والأهلي بالتحديد. لو هتعد الكوارث في والمشاكل والخراب وكل حاجة، لا هتعد من هنا لبكرة، هتعد من هنا لبكرة.
فده دي جزئية مهمة جدا، وندخل بقى على الجزء الآخر، الجزء الأخير إن شاء الله، والأمور الفنية الهامة للغاية، واللي تحققت تماما تماما تماما، وسبق وتفرد آخر جديد الحمد لله.